بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. لقد خلق الله عز وجل 7 سماوات، ولكنه جعل أعظمها السماء السابعة، حتى أن عرشه فوقها سبحانه. وخلق الله تبارك وتعالى بقاعا وأراضٍ كثيرة، ولكنه اختار أن يكون أفضل مكان منها هو مكة المكرمة، حيث بنى كعبته سبحانه. وخلق الله الملائكة، ملائكة كثر حتى لا يعلم عددهم إلا الله، ولكنه جعل جبريل سيدا لهم سماه روح القدس. ولما خلق الله عز وجل البشر اصطفى منهم أحبهم إليه وأكرمهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق الله الأيام، أيام السنة، فجعل أفضل يوم هو يوم عرفة. لكن لما خلق الله الليالي جعل ليلة هي أفضل وأعز ليلة، ليلة القدر، التي هي خير من 1000 شهر، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة قد تظهر أمام عينك، نور يظهر لك، أو يعني شيء معين غير معتاد يشير لك إلى أن هذه ليلة القدر، ولا تحدث لكل أحد، بعض الناس ربما كرامة من الله عز وجل. قال ابن تيمية: وقد يكشفها الله، يعني ليلة القدر، لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. نقل ابن رجب في كتابه الطبقات عن الوزير بن هبيرة أنه قال: الصحيح عندي أن ليلة القدر تنتقل في أفراد العشر، يعني قد تكون في أي ليلة، فإنه حدثني من أثق به أنه رآها في ليلة 27، وحدثني أمير المؤمنين أنه رآها، فأما أنا فكنت ليلة 21، يعني في سنة من السنوات. قال: وكانت ليلة جمعة، فواصلت انتظارها بذكر الله عز وجل ولم أنم تلك الليلة، فلما كان وقت السحر، يعني الثلث الأخير من الليل، وأنا قائم على قدمي، رأيت في السماء بابا مفتوحا مربعا عن يمين القبلة، قدرت أنه على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: فبقي على حاله وأنا أنظر إليه، ينظر إلى هذا الشيء العجيب. قال: يعني نحو قراءة 100 آية تقريبا. قال: ولم يزل يعني مفتوح حتى التفت إلى يساري إلى المشرق أنظر هل طلع الفجر أم لا، فرأيت أول الفجر، فالتفت إلى ذلك الباب فرأيته قد ذهب. إذن نعم، قد تظهر ليلة القدر أمامك، كرامة لبعض الناس. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا بد أن تستعد لهذه الليلة، ليلة القدر، ليلة تضاعف عمرك أكثر من 80 مرة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني أكثر من 83 عام و4 أشهر تقريبا. بحسبة بسيطة ستجد أن من أدرك 12 ليلة قدر في حياته فقد صار عمره 1000 سنة، يعني أطول من عمر نوح عليه السلام في الدعوة. نوح مكث في قومه يدعوهم 950 عام. يقول إبراهيم النخعي: العمل فيها، يعني في ليلة القدر، خير من العمل في 1000 شهر. قال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك 1000 شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال مجاهد: قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه الليلة من عظمها أن كل أمر محكم عظيم يقدر ويقرر في ليلة القدر من العام إلى العام الذي يليه، يعني من الآن إلى العام القادم ماذا سوف يحدث يقدر في هذه الليلة، فهي ليلة تقدير الأمور عند ربنا سبحانه جل في علاه. ادعو الله عز وجل يغير مقاديرك، ربما يغيرها في هذه السنة، يغيرها، يجعل لك شيء أفضل، لأنها تقدر في هذه الليلة طوال العام. تسمع في الإذاعة أو تسمع الإمام وهو يقرأ عليك: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، سبحان الله، طوال العام. حتى إذا أتت ليلة القدر مرة في العام ننام إلى الصباح، مسكين والله من يفعل ذلك. حتى إذا هلت الليلة الفاضلة موعودة نجلس نتابع المسلسلات أو الأفلام أو نجلس في الإنترنت. اي والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. ساعتها إذا طلع الفجر وكانت هذه فعلا ليلة القدر لا ينفع الندم. فالله الله في تلك الليلة الغالية، كن من أهلها، فإنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدعاء فيها مستجاب. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم.